السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. واللهم ارحم أمواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم أمين. الأول أنا عايزة أقول لكم شكرا جدا جدا للناس الجديدة اللي انضمت لنا للقناة. احنا بقينا 460 يا جماعة، الحمد لله. والحمد لله والشكر لله أنا بحقق دلوقتي ساعات مشاهدة زيادة شوية، وده أنا حاجة أنا مبسوطة منها جدا. ما شاء الله في فيديوهات عندي لقيتها بتكبر. ربنا يبارك فيكم ويخليكم ليا، ونبقى دايما كده مع بعض يا رب اللهم امين. ان شاء الله النهارده احنا هنعمل القرنبيط، هنخزن قرنبيط، هنخزنه بطريقه سهله جدا. مش تخزين. يعني مثلا دلوقتي احنا داخلين على الشتاء، الجو بارد قوي قوي، وقفه المطبخ بصراحه ما تبقاش سهله، يعني الجو ساقع، وقفه المطبخ بتبقى صعبه. وكمان انا بشتغل موظفه، فيعني ايه ببقى عاوزه حاجات في السريع، ان انا ايه ما افضلش راجعه من الشغل يبقى تعبانه والولاد راجعين من المدرسه وجعانين، لسه بقى هقعد اجيب القرنبيط واقطع ومش عارفه ايه. لا، فانا بقى جبنا القرنبيط دلوقتي، انا جايبه الاتنين دول تقريبا ب 12 جنيه او ب 13 جنيه، من عند من الراجل يعني الخضري. هما دلوقتي حلو ما شاء الله عليه، وابيض كده وقلبه جميل جدا. وهنعمله ايه، هنسلقه وهنخزنه في الفريزر، بحيث ان انت يبقى جاهز عندك لاي يوم الجو بارد مش قادره سقعانه تعبانه، طلعي والخلطه بتاعته على طول، وايه هنعمله ونحمره ويبقى الاكل جاهز معانا، جنب بطاطسايه، جنب ايه شويه مخلل او بدنجان مخلل زي اللي عملناه قبل كده. وهنشوف دلوقتي احنا هنخزنه ازاي. انا كده كنت قطعته خلاص، جبت بقى حله كبيره، لازم تبقى حله كبيره. انا بعد ما حطيته في الحله الجرانيت لقيته صغير عليها، وكسلت اطلع الحله الكبيره بتاعتها، فطلعت حله من الالومنيا. وحطيته فيها ونزلت عليهم بالملح، بقى ده حسب ايه الميه اللي انت حاطاه. ملحي الميه يعني، شوفي دوقي طعم الملح. ونص معلقه من الكمون، وكمان نص معلقه من الكركم عشان يديه اللون الاصفر الحلو ده، اللي هو بيبقى يساعدنا في التحمير، ما عبال ما نوصل للون التحمير ما تبقاش اتحرقت مننا. هنسيبه على النار بقى لحد ما يغلي خالص معانا. لما نحس ان هو بدأ ايه يسخن معانا ويغلي كده من تحت، مثلا لسه ما غلاش من فوق قوي، بنحاول بقى ننزل الطبقة الفوقانية تحت، يعني بنجيب اللي تحت نطلعه فوق، وننزل اللي فوق تحت، وطبعا بالراحة جدا عشان خاطر ما يتهراش منك، هو كده لسه اصلا ما اتسلقش، ولكن برضو بالراحة لان ده بيبقى ايه ضعيف يعني يعني اعملي بمعلقة بلاستيك بالراحة كده. عايزه اقول لكم ان القرنبيط ده فيه فوليك اسيد عالي جدا جدا. فاكرين الفوليك اسيد ده يا جماعه؟ طبعا اللي هم الحوامل كانوا بناخده في اول 3 شهور علشان خاطر يمنع تشوهات، ومفيد جدا لينا ومفيد كمان للجنين. ربنا يجبر كل واحده ان شاء الله حامل بالسلامه، ويبارك لنا في اولادنا اللهم امين. هنا بقى كان مجرد ما يغلي، الحته دي عدت وانا نسيت اقول لكم، مجرد ما تحس ان هو غلى كده معانا، تروحي طافيه النار عليه على طول ومغطياه وسايباه حوالي ربع ساعه جوه ميته. ليه يا اميره هو كده ما اتسلقش؟ ما هو انا مش عايزاه يتسلق اصلا كتير، يعني انا عايزاه اديله بس اللي هي ايه، بساعده ان هو يستوى معايا. وبعدين اسيبه بقى في الميه المغليه دي حوالي ربع ساعه، وبعدين ابدا انشله منها، اصفي الميه الاول وانشله، اسيبه على صينيه لحد ما يبرد تمام. ليه بقى؟ علشان هو لما يخش الفريزر يا جماعه، مع السلق الجامد بتاعنا ليه، ان هو انا مش راح اكله دلوقتي ان انا اسلقه قوي يعني، التلج كمان معاه هيهريه، فكده انت مش بتخزني، انت كده بتعمليه قرص، فمش هينفع خالص. فاحنا نعتبر بنسلقه نص سليق، وطبعا التلج هيكمل بقيه سليقه. يعني انت لو هتحطيه فتره كبيره الطريقه دي حلوه قوي. انا بعمله كل فتره كده، اجيب كرنبتين سوري، اجيب قرنبتين مثلا في الشتاء، واروح عاملاهم وعينهم في الفريزر، يبقى اكل جاهز معايا. طبعا من ضمن مثلا يعني ممكن اكلات الاسبوع تجيبي واحده وتعمليها وتعينيها في الفريزر، لو مش عايزه تاكليها بكره او بعده كده، وتعينيها وتطلعيها وقت ما تحبي ان انت تعمليها. طريقته سهله، وكمان يعني من ضمن الاكلات اللي الواحد بياكلها في الشتاء بتبقى حلوه جدا. عايزه اقول لكم ما بياخدش وقت معانا خالص بقى في التجهيز. يعني انت طلعتيه من الفريزر، لو عارفه لو انت حتى عايزه تطلعيه دلوقتي وتلحقي تعمليه، طلعيه من الفريزر حبه ميه مغليين في الكاتل، بس ما يكونوش سخنين قوي قوي. يعني لو كانت الميه غلت جدا حطي عليهم شويه ميه ساقعين، بحيث ان الميه تكون دافيه معانا. واقوم ساقطه فيها القرنبيط. ليه بقى؟ هيطلع لنا زي الفل كانك لسه سلقاه بالظبط، والله هيطلع زي الفل كانك لسه سلقاه. وبعدين طلعيه انشليه من الميه في مصفى، تكوني عملتي الخلطه بتاعته اللي انت هتحمريه بيها، وبعدين حمريه في الزيت، وده اكل سهل جدا. هنا بقى
انا بعد ما برد مني جبته في الاطباق الفل دي وغطيته بالاكياس بتاعه التلاجة. طبعا الاكياس احسن بكتير جدا من الاسترتش راب لسبب واحد يا جماعه، ان الاسترتش راب مجرد ما بيخش الفريزر التلج بيجي عليه فبيطريه جدا، فبتفك من على الطبق كانك انت مش لفه اي حاجه ولا مغطيه الاكل اللي انت حاطاه في الفريزر. فطبعا الامن جدا اللي هو الاكياس بتاعت التلاجة. طبعا انت بقى حطي قسميه زي ما انت عايزه على حسب اكلتك، وبعدين تكون اكياس التلاجة كبيره بحيث انها ما تضايقكيش وانت بتعيني جواها الاطباق وتعينيها بقى وبتدخليهم الفريزر. وطبعا لو عايزه تحطيهم فوق بعض عشان خاطر ما ياخدوش مكان في الفريزر، لازم تجمدي كل واحد الاول على حده وبعدين حطيهم فوق بعض عشان ما ياخدوش مكان، عشان لو اتحطوا على بعض دلوقتي هيبططوا ومش هيبقوا حلوين خالص خالص. والطريقه سهله اهي وهتتخزن معانا. على فكره انا بقعد اعمل اللي يخلص اعمل منه زياده، وكمان بعمل منه يفضل معايا في الصيف، بس طبعا ده مش دلوقتي، ده انا بعمله لاكلات تجهيزات. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم واستفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.